هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل جمبري بطريقه جديده بتوابل الكيجن، وهقول لكم لو الكيجن مش عندنا ايه التوابل اللي ممكن نستخدمها. قبل ما نبتدي احب افكركم متنسوش تعملوا لنا سبسكرايب ولايك للفيديو لو عجب. يلا نبتدي. عندي هنا في حله على النار هبدا احط معلقتين من زيت الزيتون وحوالي 50 جرام من الزبده. هبدأ ادوبهم، مجرد ما يسخنوا معايا ويسيحوا هبدأ اضيف الجمبري الكمية اللي معانا. انا هنا بدأت اضيف الجمبري، نحاول نضيفه بالتدريج مش مرة واحدة. بعد كده هبدأ اشوح الجمبري معايا على النار لحد ما يبدأ ياخد لون. بعد كده هنزل عليه بالتوابل بتاعتنا وهي بديلة الكيجن، وهي عبارة عن توم باودر وبصل باودر جنزبيل ملح فلفل كمون وشطة وكزبرة ناشفة وحبة زعتر جاف بس مش كتير. وكمان هكتب لكم طريقة الوصفة كاملة، هتلاقوها عندكم في الديسكريبشن بوكس او صندوق الوصف. هبدأ اقلب الجمبري مع التوابل كويس جدا لحد ما الاقيه كله اتغلف وصل له التتبيلة. بعد كده هغطي عليه واسيبه حوالي 5 دقايق لحد ما لونه كله يتغير. انا هنا كمان ضفت له بصلايه بتضيف طعم زياده. طعم البصل الفريش والثوم الفريش بيفرق برضو في الطعم، لو انتوا حابين تضيفوه ضيفوه، مش حابين عادي، هو بس بيعلي التيست معانا اكتر. انا هنا شلت الجمبري كله لان الجمبري كان استوى معايا، وضفت 3 فصوص ثوم متقطعين حلقات وهحمرهم في الصوص اللي عندي مطرح الجمبري. بعد كده هنزل عليهم الجمبري التاني. مجرد ما ريحة الثوم تطلع هنزل الجمبري مرة تانية. وهنزل عليه بعصير ليمونة كبيرة او ليمونتين متوسطين. بعد كده هديله تقليبتين، وكده الجمبري بتاعنا استوى معانا. اخد حوالي على النار 12 دقيقة وكان جاهز. ده الوصفة بتاعتنا خلصت، ويا رب تكون الوصفة عجبتكم، وهنستنى رأيكم. متنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.